ننتقل الآن إلى الفحص المخبري لحجر النيازك أو النيزك. أولا الكهرباء، فحص الكهرباء حيث يكون الحجر النيزكي ناقل للكهرباء. 2 الكثافة، الحجر النيزكي كثافته عالية من 3 إلى 8. تمام. 4 القساوي، الحجر النيزكي يملك قساوي عالية على مقياس ماوس من 7 إلى 8. 4 الماء الكزاري، نترات الفضة أو الأسيد لإظهار اللون الزهري لوجود النيكل فيه. 5 المغناطيس، الأحجار النيزكية تقسم الأحجار النيزكية إلى 3 أقسام: الحجر النيزكي الحديدي، وهذا يكون الحديد والنيكل درجتهم عالية فيه، يكون المغناطة كبير، ثم الحجر الحديدي والحجري، ثم الحجر النيزكي الحجري. 5 ننتقل إلى الشريحة المعدنية. الشريحة شو الهدف من عمل الشريحة؟ الهدف من عمل الشريحة تأكيد وجود الفلزات مثل الأوليفين، اللاجيكلاز، البيوكسي. عندنا تحت المجهر الانعكاسي والمجهر الاستقطابي. أخيرا التحليل الكيميائي لإظهار نسبة النيكل والحديد فيه. شو بيعني إنه النيكل عالي؟ النيكل العالي إنه حجر نيزك حديد، نيزك حديد. بينما الأحجار الأرضية شو بكون النيكل فيها؟ ضعيف جدا. هذا تمييزه. يلا. بالإضافة إلى فحص السيراميك، الحجر النيزكي لا يترك أي أثر، بينما الحجر الطبيعي يترك أثر اللون الأحمر أو أسود حسب الأسود حسب نوع الحجر الأرضي. يعطيك العافية. هذه شو طول عمرك. شكرا لك.